تسحب الرسالة ازاي بعد ما بعتها؟ بعد ما ضغطنا على سنت ورسالة طلعت للطرف التاني، تسحبها ازاي تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده موضوعنا النهاردة. لما بيكون عندنا رسالة كتبنا فيها شوية معلومات، أرقام، أخبار، تقارير، وأخطأنا فيها وبدون قصد، احنا بعتنا وبدون قصد، بعد كده اكتشفنا ان احنا عملنا خطأ وأرقام المفروض تتعدل، أو الاتنشن المفروض يتعدل، أو ما كانش هو ده الفرد أو الشخص الفلاني المفروض يبعت له الرسالة. في الأحوال دي بنعمل إيه؟ في الأحوال دي بنعمل إعادة استرجاع أو سحب الرسالة مرة تانية، ولكن بشرط. الشرط الوحيد ان يكون الرساله ما اتقرتش الجنب التاني. طب لو اتقرت بيفشل عمليه سحب الرساله. هنيجي نبتدي نقول احنا هنعمل نيو مسج، والنيو مسج عندنا هنا هوجهها ل تيست داش 2 at وهنوجهها برضو لحد تاني. كده بعتناها لاتنين، وهنسمي السبجكت بتاعها ريكول ونقول سنت. هنلاقي ان الرسالة دي طلعت من عندي، راحت على الاوت، ومن الاوت على طول هتروح على السنت ايتم اللي هو ده. يبقى انا واقف على رسالة اهي، الرسالة دي طلعت للطرفين دول. الرسالة دي لو ما اتقرتش في الجنب التاني اقدر اروح افتح الرسالة، وبعدين ادور على الاكشن اللي انا عايز اعمله. هدور على الاكشن، ومن الاكشن هقول له ريكول ذيس مسج. طيب هنا بقى ريكول بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت هتريكول او هتديليت الانريد كوبيز اوف ذيس مسج. هتلغي الرساله دي اللي انت عملتها، ولا هتديليت الانريد كوبيز اند ايه بقى الخطوه اللي بعديها؟ اند ريبليس وذ نيو مسج. يعني انت ممكن وانت بتلغيها خلاص لغيناها، او ممكن تقول له انا هلغيها وهجدد، هعمل تعديل فيها وابعتها مره تانية. تعالوا نجرب كده. هنقول له ان انا هديليت، خلاص هو هيروح وعمل لها ديليت. كده عمل ريكويست ان هو يديليت في حاله ان هي ما اتقرتش الطرف التاني. طب هاخد رساله تانية اتبعتت وهفتحها، وهقول له هنا في الاكشن ان انا هريكول، بس المره دي هختار delete unread copies and replace with a new with a new message، وغيرها لي كمان برساله جديده. المره اللي فاتت لغى وخلاص، المره دي لا، فتح لي بقى الشاشه عشان اعدل. اقول له ده انا كنت عايز اكتب فيها الرقم دوت، وكنت عايز اقول له مثلا دير مستر احمد، ده كنت نسيت اقوله مثلا. تمام، فكده خلصت وهقول له سند. يبقى هو هيروح يسحب الرساله اللي هناك ويعوض مكانها بالرساله الجديده. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ لما هفتح الرساله زي كده واقول له اعمل لي الكول ليها، tell me، يبقى قول لي if recall succeed. يعني لو الريكول ده حصل له succeeds، خلاص نجحت عمليه الريكول، قول لي or fails. ولو كمان ما راحتش، يبقى لو هي succeed او fails، يبقى في الحالتين تقول لي ان ايه، ان ده نجح او ما نجحش. for each a recipient. طب ليه هنا for each recipient؟ لان انا ممكن اكون باعت لواحد او اتنين او تلاته، فهو يقول لي لكل واحد. ما في واحد انا بعت لاتنين، واحد وصلت له وقرا، خلاص كده هو يبقى فيه. واحد وصلت له وما قراش، فهو في الحاله دي ايه؟ هينجح ان هو يريكول. طيب دي كانت المعلومات الاساسيه. هنا بقى لازم انوه لحاجه مهمه جدا جدا، ايه هي؟ ونخلي بالنا منها. وانت طبعا الصوت ده صوت الرسائل اللي بتوصل، لان هي المفروض وصلت في الطرف الثاني. في نوع، احنا عندنا اكتر من نوع من انواع الايميلز. بمعنى انا ممكن يبقى عندي ايميل ياهو abc@yahoo، abc@ او احمد @gmail، احمد @كذا، احمد مثلا شركه كذا. الكلام ده كله مش هينفع معاه، بلس البوب ميل مش هينفع معاه ريكول. طب امتى ريكول ينفع؟
ينفع ريكول في حاله الاكستشينج، الايميلز بتاعت المؤسسات اللي بتستخدم الاكستشينج. تلاقي دايما الموظف او الفلان يجري على الاي تي، او النبي انا بعت رساله بالخطا وعايز اعمل لها ريكول بسرعه رجعها لي تاني، لان دي مش حاجه، بتبقى حاجه تقنيه اللي احنا بنشرحها، فعاده بيلجأوا للاي تي بتاعهم، فهو الاي تي يقول لهم بقى ايه، لا احنا هنا شغالين اكستشينج ينفع، او احنا مش شغالين اكستشينج فمش هينفع، احنا شغالين بحاجه اسمها بوب ميل، فده ما ينفعش. يبقى احنا بنأكد على ان الرساله لو اتقرت مش هينفع يتعمل لها ريكول. الرساله لو مبعوثه من ياهو، جيميل، هوت ميل، مش هينفع تعمل لها ريكول. الرساله لو معموله من اكستشينج، واجب علينا بقى هنا نتاكد هل الايميلز بتاعتنا اكستشينج ولا لا، يبقى رساله ينفع يتعمل لها ريكول في حاله الخطا فيها، ونستبدلها ونعدل فيها زي ما احنا عايزين. ده كان درسنا النهارده. طبعا ما تنسوناش من السبسكرايب واللايك والشير، وتفعلوا الاشعار بتاع التنبيهات، الجرس. وباذن الله تابعونا في الحلقات الجايه، في مفاجآت وفي مكافآت هنعملها للي بيتابعنا، وفي هدايا هنوزعها للناس اللي بيتابعنا. شكرا وتشرفت بيكم، ودمتم في امان الله.